إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونستغفره. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ثم أما بعد، طبعا يا شباب انتوا عارفين ان انا بحب التطوير والتجديد والافكار اللي خارج الصندوق. وبناء عليه الشيخ اكرامي ابو المجد عمل تجربه كويسه من وجهه نظري. فانا قلت مشكورا نشوف هو عمل التجربه دي ازاي، ايه اللي عمله، النتائج ايه، ايه الموضوع. مبدئيا العنبر ده زي ما حضراتكم شايفين، احنا النهارده 4/6 تقريبا، دلوقتي الساعه 11 ونص تقريبا، يعني سكه 11 ونص. والنهارده المفروض ان هو يوم حر. هو لما اختار يعمل تجربته عملها في عنبر مفتوح. تاني، عنبر ايه؟ مفتوح. انا هقوم اهو، عنبر مفتوح يعني لا شفاطات، يعني حتى ما كان الشفاطات موجوده اهوت بس ما فيش شفاطات، يعني عنبر مفتوح ولا شفاطات ولا خلايا ولا اي حاجه. تمام. يبقى مبدئيا هو اختار عنبر المفروض ان هو مش كويس، او عنبر امكانياته مش ما تساعدوش على نجاح تجربته. بدأ التجربة يوم 1/5. جاب 2000 فرخ. حط 1000 في نص العنبر هنا، و1000 في نص العنبر اليمة التانية. يعني انا لو بصيت هلاقي العنبر مقسوم نصين بالطول، 1000 هنا و1000 هنا. تمام. هو بقى هيبدأ يحكي الباقي. اتفضل يا شيخ، يا شيخ اكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني التجربة لا علي صوتك شويه. التجربة اللي أنا مخمر العلف، مخمر الصويا اه في الجزء ده. في الجزء اللي هو ده. اه تمام مخمر 50 كيلو صويا وضايفهم على العلف. تمام. ده اللي 50 كيلو صويا على على ايه؟ على الطن. على الطن. ماشي. 50 كيلو صويا بيستبدلهم ب 50 كيلو صويا تمام مكان اللي هي العادية. ماشي. 50 اللي أنا حطيتهم دول مخمرهم في البراميل اللي حضرتك شايفها دي كده. تمام جبت الصويا بنحط عليها تمام بنجيب حاجة اسمها بوكاشي وبنلبسها تمام ونسيبها 21 يوم. بعد تمام كده وديتها لمصنع العلف تمام دخلها لي في تركيبه العلف. تمام. طيب ايه الفرق بقى بين ده وده مميزات؟ يعني 50 بدل 50، مش 50 فوق العلف. لا 50 تمام. مكان 50. تعالى يا مصنع العلف، انت بتحط سي مثلا 300 كيلو، حط لي 250 مش متخمرين و50 بتوعي. ماشي. تمام. طيب ايه بقى اللي انا اكتشفته بقى المميزات؟ ايوه. ان النافق هنا صفر. النافق في الألف ده صفر. تمام. النافق هنا عدى ال 15 ل 20. 15 ل 20 نافق في 1000 فرخ. عمر 35 يوم النهارده. هم نازلين يوم 1/5 يوم الاربع كده النهارده، يبقى 31 يوم الشهر القديم واربعه في الجديد. 5 اسبوع. يبقى هو نازلين زي النهارده. زي النهارده الاربع. النهارده الثلاث. لا زي بكره. زي بكره. تمام 5 اسابيع. تمام. الفرق بقى ان غير بقى الاوزان، الوزن ده ازيد من الوزن ده 80 جرام متوسط لغايه دلوقتي. انا كنت معلم فراخ من عمر 17 18 يوم كده. تمام. وبدات اوزنها. حلو. لقيت الفرق تقريبا 80 جرام لغايه دلوقتي. تمام. احنا لسه عندنا علف نص طن. تمام. فرق في كل 2 طن علف، يعني دول كانوا 3 طن علف ودول كانوا 3 طن 200 علف. تمام. والوزن ده لغايه دلوقتي افضل من ده، فرق 80 يعني ده يخس 4 شكاير. ده خاسس عن ده 4 شكاير ومدي تحت 80 جرام لفوق اعلى من ده. حلو. يبقى انا عندي اولا النافق، انا يعني طبعا في الايام الصعبه اللي احنا عايشينها، ثانيا طبعا انت شايف حضرتك الامكانيات العنبر. طب لحظه يا شيخ، شوفوا لي السوق كده يا شباب، او انا حتى هشوفه من عندي قبل ما يكمل الشيخ. لحظه، شوفوا لي السوق كده يا شباب.
شوفوا لي الصوت كده يا شباب ظاهر ولا لا، ونستنى حتى لما الشباب تتجمع شويه. شوفوا لي الصوت كده يا شباب. الصوت ظاهر خالص اهو. طب تمام. تمام يا عصام ماشي. نقول من الاول عشان الناس اللي لسه منضمه للبث دلوقتي حالا. هنقول من الاول. هتكلم انا. يا مرحبا يا شيخ احمد. هتكلم انا من الاول. العنبر ده عنبر مفتوح، عنبر مفتوح يعني لا شفاطات ولا خلايا. النهارده 4/6 الساعه 11:30 الظهر. المفترض جدلا ان كده مش حلو ان عنبر مفتوح في شهر 6 وفي درجه حراره انا قاعد في العنبر عرقان، المفروض ان ما يديش نتائج اصلا. الشيخ بيقولوا صوت انا اللي تمام، لكن صوت حضرتك مش تمام، مش عالي يعني. تقريبا الشيخ ما فطرش يا شباب، هنقوم نفطر كمان شويه. طيب اتفضل يا شيخ اكرم، قول من الاول. هو بسم الله الرحمن الرحيم. التجربه ما بين علف مخمر 50 كيلو صويا تمام محطوطين مكان 50 كيلو صويا من العاديه. ماشي. هو ده الفرق. الميه واحد، الرمله اللي هي رمله البنطونات انا متعود بربى عليها. تمام. الدواء واحد، كل العوامل ثابته. تمام. استثناء العلف المخمر ده على علف مش متخمر، لكن النص ده اهو الصويا متخمر، مش على علف متخمر. تمام. الصويا 50 كيلو صويا مستبدلهم ب 50 كيلو صويا. ماشي. المميزات اللي الصويا بنخمرها في البراميل دي. تمام اتفضل. ووديتها المصنع. بخمرها لمده قد ايه؟ 21 يوم. 21 يوم في درجه حراره 32 درجه. في درجه حراره 32. ماشي. عسل وخميره او بوكاشي، يعني اي نوع اللي متاح قدام اي حد. تمام. هي سهله بس صعوبتها في الكميات. ماشي. الكلام ده اقدر اطبقه على 2000 فرخه سهله. 2000 لغايه 5000 عادي يعني. تمام. اكتر من كده بتبقى صعبه. تمام. الفرق ما بين ده وده رقم واحد في النافق. النافق هنا صفر. تمام. النافق هنا من 15 ل 20. طيب مشكورا. معلش ممكن تيجي من هنا عشان تشاور يمين وشمال. ماشي. النافق هنا من 15 ل 20. تمام. في ال1000. هو 1000 اهو العناخ. وجالنا سموم فطريه، وجالنا كل المشاكل اللي بيواجهها اي حد. تمام. العنبر ده بفضل الله اللي هو الجزء ده ما شاء الله ما فيش فيه اي مشاكل واجهتنا فيه. تمام. ولا سموم فطريه طبعا ولا اي حاجه طبعا. اي رد فعل تحصيل ما كانش بيأثر عليهم ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. اقوى من دول صحيا وحيويا وكل حاجه. تمام. وكمان في فرق بقى بينهم في استهلاك العلف. دول واكلين 3 طن ودول واكلين 3 طن 200. تمام. والوزن اللي انا عامله، انا معلم هنا 5 فراخ وهنا 5 فراخ من عمر 17 18 يوم. تمام. هنا زايدين عن هنا 400 جرام 5 فراخ، متوسط 80 جرام للفرخ. تمام. مع استهلاك علف اقل. تمام. ده 3 طن 200، ده 3 طن بس. تمام. فمديها مميزات كتيره جدا. وزي ما حضرتك شايف بقى يعني التجربه قدام حضرتك. تمام. بالنسبه لك قلت الكلام اللي انت عملته. طيب نبص بقى يا شباب. مبدئيا انا اول ما دخلت العنبر اصلا، كون ان انا الاقي عنبر مفتوح يوم 4/6، انا كنت عايز اتخانق مع صاحب العنبر بس ما رضيتش. ازاي يا عم انت تربي في التوقيت دوت وعنبر مفتوح؟ انت بتهزر. يعني أنا لما دخلت من بره ادور على شفاط، ادور على خليه، مش لاقي، فعايز اتخانق مع صاحب العنبر. تمام. لسه هقول له يا عم انت بتهزر. قال لي يا باشمهندس خش اتفرج على الفراخ، ما عجبتكش يا سيدي يبقى اتخانق براحتك. دخلت بسم الله ما شاء الله، هو في نسبه نهجان انا معاكم، ما ده طبيعي. فراخ وانت حطها لي في الطل، بس كون ان انت تطلع فراخ في الجو ده، في الوضع ده، في العنبر ده، يبقى في
يبقى فيه ان. طيب نتفرج الاول على الفراخ اللي هي المفروض معمول لها التخمير. لو عاوز يا شيخ نتفرج الاول على الفراخ اللي معمول لها تخمير. بعيد عن ملاحظه النهجان، لان النهجان ده منطقي. النهجان في الجو ده انا منهج. يعني انا في الجو ده انا ايه؟ انا منهج. تمام. هي دي الملحوظه الوحيده اللي انا ايه شايفها، ان الفراخ بتنهج، وطبيعي ان هي تنهج في الجو ده. يعني انتوا عايزين منها ايه؟ ده انا واقف بنهج، بس النتيجه الاجماليه لكن النتيجه النهائيه انا اللي يهمني النتيجه النهائيه. فراخ عمر 35 يوم متربيه على رمله البنتونايت، متخمر لها علف. اولا انا واقف في وسط الفراخ، وانتوا عارفين ان انا بشم الريحه زي الاكس. تمام. انا واقف في وسط الفراخ على الرغم من انها بتنهج لارتفاع درجه الحراره، الا ان انا مش شامم اي ريحه. مش شامم اي ريحه. في نهجان، في نهجان. في ارتفاع حراره، الحراره عاليه عليهم. بالله عليك سيبهم بقى، سيبهم بقى، سيبهم، ما تشوفهمش، سيبهم. تمام. تمام يا شباب. فاحنا بنتكلم في فراخ عمر 35 يوم، عمر 35 يوم، نازله يوم يوم 1 مايو، في عنبر مفتوح اهو. عنبر مفتوح، شفاطات مفيش، ادي مكان الشفاطات اهيت مش موجوده. الراجل اخر امكانياته يعمل ايه؟ مسقط الشبابيك كلها على الارض. يعمل اكتر من كده؟ هي امكانيات العنبر كده. حلو. في نسبه نهجان، في نسبه نهجان، بس انا شايف من وجهه نظري ان ابو عمرو ان ابو عمرو سافر اسكندريه ومرسى مطروح بموتوسيكل. بموتوسيكل ايه؟ ده مسافر بعجله بسكليته. ف بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. نتيجه لموضوع التخمير زي ما انتم شايفين، الارقام اللي قالها الشيخ اكرامي موجوده قدامنا. انا عندي تقريبا شبه تجانس، ما عنديش فرخه صغيره، ما عنديش فرخه كبيره. يعني العمليه ايه؟ معقول. هم كل الموضوع 1000 فرخ يمين و1000 فرخ شمال. يعني لو في فراخ صغيره المفروض هتبان. اللي موجود عندي التفاوت الطبيعي اللي هو التفاوت الطبيعي ما بين الذكر والانثى، اللي هي الفرخه الانثى صغيره شويه، الذكر كبير شويه. ادي الذكر اللي هو الديك والفرخه يعني. ادي الذكر اللي هو الديك، وادي الانثى اللي هي البربره. حتى البربره وزنها يعتبر معقول. تمام. التجانس رائع، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لاصحابه. الوزن بالنسبه للعمر ده، بعد اذنك يا شيخ، ولا جوزن عندك؟ هقول لك على حاجه، هات الميزان دوت بيني وبينك، يعني اوزن من عندي واوزن من عندك، يعني ده هتشيل تحطه نار. لا خليه انا قصدي عشان هنجيب من هنا ونرجع نجيب من هنا يعني. طيب المفروض ان ده، خلي بالكم، هو الراجل مختار فرخ كبير. انا ما اقولش ان الفراخ كلها الايه الوزن ده. طيب كده بسم الله ما شاء الله 2400. طيب شوف حاجه صغيره عشان برضك احنا ما بنضحكش على حد. كيلو 800 ماشي. ما هو العنبر مش هيبقى كل وزن واحد.
كيلو 600 ماشي، انت كده اخترت الصغير واخترت الكبير، فانا عندي كيلو 600 وعندي 2 400. ما هو مفيش عنبر كله ميزان واحد. كون ان انا 35 يوم الصغيره انا لما قلت له صغر جاب لي كيلو 600 وكيلو 700 وكيلو 800، لان مش منطقي ان العنبر كله ميزان كبير. بس كون ان انا اتكلم في متوسط يا سيدي 2 كيلو 100، ما احنا هنقول كيلو 600 لتحت وكيلو 2 400 لفوق، يعني بنتكلم في 2 100 متوسط. لو حضراتكم شايفين زي ما انا شايف ان الجزء الاكبر هو الاكبر وزنا، في بعض الحاجات صغيره طبيعي، الاناث الحاجات، بس ما اقدرش اقول ان انا عندي سرد، ما اقدرش اقول ان عندي فرخه كيلو وكيلو وربع، يعني عندي فراخ تطلع ميزان بسم الله ما شاء الله. كمان مع الفرشه انا عاجبني قوي حته ان انا مش شامم ريحه، وانا راجل زي ما حضراتكم فاهمين ان انا بلقط الريحه من على بعد كيلو زي ما بيقولوا. مشكورا الشيخ اكرامي جاب شويه فرشه من على الارض وقال لي شم يا باشمهندس الفرشه على ايده ملهاش ريحه، علقها. طبعا ده من ضمن العوامل المساعده، ما هو هنا رمله وهنا رمله، بس الفرق ان ده متخمر له علف، ده مش متخمر له علف. النتيجه واضحه قدام حضراتكم، اللي متخمر له علف اكبر نسبيا 80 جرام، مش هقول رقم بس 80 جرام فلوس. انت بتتكلم في ايه؟ في فلوس. لما اقول 80 جرام في 1000 فرخ يبقى انا كده بتكلم في 80 كيلو. 80 كيلو في سعر النهارده قول يا راجل 85 جنيه في 5000 وشويه في 1000 فرخ. غير ان انا موفر 200 كيلو علف يعملوا 4000 جنيه، يبقى انا وفرت 4000 جنيه وخدت من اليمه الثانيه 6، يبقى انا دفعت اقل 4 وخدت اكتر 6، يبقى 4 زائد 6 4 بالسالب و6 بالموجب يبقى 10. دي حاجه. بس في حاجه بقى، التخمير ده كلفني فلوس ولا ما كلفنيش؟ كلفني تقريبا 1300 جنيه للطن. 50 كيلو اقسم بقى عليهم. يعني انا ال1000 فرخ دولت كلفتهم كام تخمير فلوس؟ لا مش رقم، يعني 50 3 طن 150 كيلو 150 كيلو حدود مثلا 200 جنيه. الحاجات اللي انا حطيتها عليها في التخمير ده غير الصبر بتاع 21 يوم. هو بس هي العمليه في عمليه التخمير بيبقى عسل بالخمير. تمام. 3 كيلو عسل و 3 كيلو خميره، يبقى شوف بقى 3 كيلو عسل يعني كنا جايبينه تقريبا ب 30 جنيه قول 100 جنيه. ماشي. وخميره برضه زيهم قول ب 100 جنيه زيها 200 جنيه يبقى 200 جنيه والكبس بقى والبرميل بس مش اكتر. ده الفرق بين ده وده كلفني 200 جنيه شويه. يبقى هو دفع 200 جنيه وفر 4000 وخد 6000 صح كده؟ بالظبط. مفيش عندي نافع ومفيش عندي نافع خالص. ودي ميزه كبيره يعني الفراخ دي نفعت مثلا من 15 ل 20 برضه دي نسبه يعني دي 2% مثلا 15 20 فرخ قول يا راجل في متوسط كيلو، ما هو مش من اول مش من اخر الدوره ولا اولها. لو في كيلو فبتكلم في 15 كيلو في 80 جنيه النهارده 1200 جنيه ماشي. كمان انا اللي فهمته منك ان انت نتكلم مع ابو عمرو شويه ولا هو ما بيتكلمش؟ ابو عمرو صاحب العنبر يعتبر هو صاحب التجربه بالتعاون مع الشيخ اكرم، الشيخ اكرامي اسف. ملحوظاتك ايه خلال الدوره يا شيخ يا ابو عمرو؟ يعني طبعا في فرق كبير جدا بين دول وده. يعني في البدايه خالص في الاول لما جينا نخمر لقيت ان الفرخه دي. طب ما تيجي نبعد شويه عن الشفاط عشان حتى الصوت يظهر. اتفضل يا ابو عمرو. طبعا في بدايه الامر اصلا في طبعا فرق كبير جدا بين الفرخ ده والفرخ دي. تمام. الفراخ دي طبعا بتتعمل حجازه بينهم وبين بعض. حلو، يعني هم من الاول هننزل 1000 كتكوت هنا و1000 كتكوت هناك. 5 ايام متحضرين مع بعض.
ماشي. بعد العمر الثاني 5 يوم فصلتهم عن بعضهم. تمام بعد يومين في العمر السابع لقيت في فرق بدا يظهر هنا. تمام وبعد الفرق هنا سبحان الله لقيت له شكله هنا معالج حلو خالص. تمام الفرق هنا احس ان جسمه احمر غير جسمه ابيض. تمام غريب حتى الجسم بتاعه. تمام. طبعا بدات اقول الشق طبعا لحظه يا شيخ، لحظه يا شيخ. يا شباب هو بيتكلم على طبعا التليفون مش هيجيب زي العين المجرده اللي هي عين البني ادمين، بس فعلا انا شايف ان في حيويه في الفرخ ده شويه. دي الفراخ اللي هو كان معلمها صح؟ تمام. في حيويه شويه في الفرخ ده عن الفرخ ده، يعني انا حتى ملاحظها في لون الريش. هنا الريش فيه لمعه. بص يا شيخ، الريشه فيها لمعه. هنا الريشه مطفيه تاني جنب بعض اهو. هنا الريشه فيها لمعه، في حيويه. هنا في ايه؟ الريشه مطفيه شويه عن اليمه الثانيه. طيب كمل يا شيخ. هنا تحس ان الريش بدا يكسر هناك عننا كمان. تمام يعني هنا سبحان الله الفرخ كده تحس ان هو لسه بادئ لسه عريان كده عندنا. تمام هنا الريش بدا يكسر عليه جامد. تمام. تاني فكره طبعا هو تعتبر التخمير ده يعتبر فكره ناجحه جدا ضد الفيروسات. تمام. يعني ما شاء الله ما جاليش اي فيروس في الوطن. بفضل من الله تعالى. الحمد لله. ما فيش مثلا شويه سنين حصلوا وظهروا هناك ما ظهروش هنا. تمام. الناس بتقول الصوت مش واضح. الصوت مش واضح؟ حاول تعالي شويه ما فيش معلش. بس حصل بس شويه حالات سموم هناك انما هنا ما حصلتش. المتخمر ما حصلش فيه اي حاجه لانه يعتبر عنده رفع مناعه بطريقه رهيبه يعني. بسم الله ما شاء الله. الحمد لله. يبقى احنا ملخص. اتفضل اتفضل. انا كنت بجيب نقله العلف 2 طن. تمام بعد ما اكل ال 2 طن التقى العلف ده هنا موفر شكاره علف. تمام عن ال1000 الثاني. تمام. يعني مثلا كان الطن ياكل مثلا ياكل طن، دي طن ولا شكاره، دي كانت طن وشكاره. ده ياكل طن الثاني ياكل طن وشكاره. تمام. كل نقله بتوفر شكاره من ده. بسم الله ما شاء الله. اخر الكلام يا شباب، اخر الكلام يا شباب، انا هرجع اسمع الفيديو دوت تاني عشان انا شخصيا هتعلم منه. الرجاله الطيبين دول، عشان الناس اللي لسه داخله، الرجاله الطيبين دول حضنوا على رمله البنتونايت وقسموا العنبر نصين، قسموا العنبر نصين. هنا 1000 فرخ وهنا 1000 فرخ. ال1000 فرخ اللي على ايدي الشمال هنا، ال1000 فرخ ده اتخمر له علف في البراميل اللي هناك ديت، او بمعنى ادق اتخمر له 50 كيلو صويا لكل طن علف، مقابل 50 كيلو صويا هيتشالوا من طن العلف مش فوقيه. تمام. ده كان نفس العلف من نفس المصنع من نفس الشركه بس من غير تخمير. يبقى المعامله واحده والعلف واحد مع اختلاف كلمه التخمير. النتيجه اللي موجوده قدامنا على عينينا، على عينك يا تاجر، ان الفرخ ده ريشته مطفيه، الفرخ ده ريشته بتلمع، الفرخ ده كسر ريش بدري، الفرخ ده ما زال عريان عمر 35 يوم. الوزن هنا يقل 80 جرام عن الوزن اليمه الثاني. النفق هنا 15، النفق هنا 0. هنا اشتكينا من سموم، هنا ما اشتكيناش. هنا اكلنا 3 طن و200 كيلو، هنا اكلنا 3 طن من غير 200 كيلو. يعني ده كل اكتر 200 والدنيا اقل 80 جرام، ده كل اقل 200 والدنيا اكتر 80 جرام، اقل 200 كيلو علف واكتر 80 جرام لحم. تمام. التجربه كلها مش محتاجه عادي. انا واقف جنبك عشان الصوت. على الرغم من الالف العادي يعني متحضن في الجلبه بحريه، ده في الابل. تمام. هنا خطه طول النهار كمان. يعني الاخ ده المفروض ان هو المبسوط اللي مزاجه حلو. المفروض يا فندم. ايوه المفروض ان الاخ ده هو اللي في البحري ده اللي مزاجه حلو، ده اللي ما تخمروش. الاخ ده اهو قاعد في القبلي، يعني الشمس لاسعه في قفاه طول النهار وطول الليل. يعني المفروض ان ده المظلوم. اللي مظلوم بسم الله ما شاء الله اداني نتائج افضل
من اللي ما اتظلمش. تاني، هنا القبلي، الشمس هناك اهي. هنا البحري لسه الشمس ما جاتلوش. تاني، هنا القبلي، هنا البحري. كمان الرطوبه، العنبر ده يا جماعه موجود في طرح البحر. عارفين انتوا الحته اللي بتبقى تحت الجسر، اللي هي كان زمان النيل بيطلع لحد فوق. يعني المكان اللي احنا فيه دوت المفروض ان هو كان تبع النيل زمان قبل موضوع السد العالي. دي بنقول عليها طرح البحر. طرح البحر يعني انا لو بصيت من الشباك ده اهو، انا كده العنبر ده على النيل. ورا شويه الموز اللي هناك ده اهو، ده النيل. ما ده النيل، لان احنا نزلنا من على الجسر من فوق. الحته دي اسمها طرح البحر. اللي هي طرح البحر دي اللي هي حته كانت تبع النيل الاول، بس لما اتعمل السد الميه ما عادش توصل فوق. تمام. وبالتالي الرطوبه عاليه جدا، وده بردك شيء مش كويس في الصيف. يعني انت بتتكلم في عنبر مفتوح، رطوبه عاليه، طرح البحر، مفيش شفاطات، مفيش خلايا، يا معافر. الراجل ده اهو انا مش هسميه ابو عمرو، هو بالنسبه لي اسمه ايه؟ يا معافر. انت بتعمل ايه؟ ده عنبر ما يترباش فيه. يعني لو كان جابني قبل ما الدوره تبدا هقول له حرام عليك، هتجيب الفرخ تصدمه معاك. رطوبه عاليه، شفاطات مفيش، عنبر مفتوح، الشمس ضربه في دماغك طول النهار وطول الليل. حتى مفيش شجرتين هنا يلموا العمل شويه. يعني حتى مفيش شجرتين يلموا العمل شويه، يهدوا لي الدنيا. الجدار انا لما اروح عنده احنا الساعه 12 الظهر اهو. يعني انا مش بصور بالليل ولا حاجه، ولا بصور الصبح بدري اهو. الجدار سخن من الشمس اللي ضاربه في قفاه. كمان الانكت، السقف صاج، سقف صاج، سقف صاج. عارفين يعني ايه سقف صاج؟ يعني عمال ينزل عليا هب وبلا ازرق من فوق، عمال ينزل عليا اهو. سقف ايه؟ صاج. انت عايش من زمان قوي يا ابو عمرو. سقف صاج في الصيف في شهر 6 وعنبر ومفتوح. المفروض ابو عمرو ان هو ربى في العنبر ده يتحاكم بتهمه اهانه الفراخ، لكن بعد اللي حصل ده يتحاكم بتهمه الترويع على الفراخ. ان هو عايز شرح تخمير العلف. حاضر، انت ما كنتش موجود من الاول. اتفضل يا شيخ كرامي، قول له شرح تخمير العلف. شرح تخمير العلف. ايوه. بتجيب 3 كيلو عسل ماشي. لكل ربع طن. ابيض ولا اسمر؟ اسمر. اسمر. وبتجيب حاجه اسمها البكاشه ديت، في ناس بتبيعه ومديريه الزراعه عندهم بيبيعوا. مديريه الزراعه في اي مكان. تمام. قول لهم انا عايز البادئ اللي هو البكاشه. ما عرفتش تجيبه هات خميره عاديه اللي هي الخميره اللي هي القوالب دي. خلينا نسهل على الناس. الخميره القوالب، عسل وخميره قوالب. وتحط نسبه 20% رطوبه. يعني كل طن هتحط عليه 200 كيلو ميه. ماشي. ميه بعسل بخميره. ماشي. واهم حاجه في التخمير هو التكبيس، ان انت ما تدخلش هواء. طيب في عندي حاجه متخمره دلوقتي ولا مفيش؟ لا مفيش. مفيش حتى مكان البقايا؟ لا هو كله. طب تعالى معلش عند البراميل، تعالى معلش عند البراميل كده. انا بحاول ابعد عن الشفاط عشان حتى اسمع. مش حتى بالمناسبه بالمناسبه يا شباب، انا لما حطيت بشم برميل طبعا يعني ريحه زي الاسيتيك اسيد، زي الخل، زي التخمير. تمام. فمشكورا الشيخ اكرامي يقول تاني. 3 كيلو عسل على الربع طن. يعني برميل زي ده مثلا في حدود 100 كيلو. تمام. اقول برميلين. ماشي. ربع طن. ماشي. ربع طن ده هتجيب 3 كيلو عسل و3 كيلو خميره من اي اللي هي الخميره البيره. لكل ايه؟ لكل ربع طن. لا مقطع. لكل ربع طن. ما اذا كان ميه ماشي. لكل ربع طن. كل ربع طن هتحط عليه 50 لتر ميه
بس ال 50 لتر دول امم هتحط عليهم 3 كيلو عسل و3 كيلو خميره خميره. 3 كيلو تاني واحده واحده. مم. ال 100 كيلو صويا. خلينا بقى الربع طن صويا. الربع طن صويا. ربع طن صويا ماشي. الربع طن بنحط عليه 50 لتر ميه، عليهم 3 كيلو عسل، وعليهم 3 كيلو اللي هو البادئ ده اللي هو الخميره. تمام. يبقى 3 كيلو خميره اللي هي القوالب، ماشي. و3 كيلو ايه؟ 3 كيلو خميره زائد 3 كيلو عسل على ربع طن صويا. على 50 لتر ميه، وتقلبه كويس. وبعد حلو. كده تاخد ده اهو تقلبه على الصويا اللي هو ال 50 اللي هو ال 250 كيلو صويا. كده بقت 300. 306 بالظبط. هتقلبهم كويس. حلو. وتكبسهم بقى في برميل. اهم حاجه في التخمير ما يخشوش هواء. يعني اقفل عليهم كويس زي التخمير. تمام. خلي بالك انت بتخمر حاجه غاليه. فالغلطه فيها يعني البرميل بيعدي 5000 جنيه. تمام. الغلطه فيها اقفل عليها كويس، امنع اي مصدر هواء وتكبسها كويس. واكبسها كويس، ما خليش فيه فراغات هواء. ماشي ماشي. وبعدين تسيب جزء صغير كده اهو في البرميل اللي هو الجزء ده اهو. تمام. رفيع ده. وبعد كده تقفل بقى ببلاستيك. حلو. بعد كده تقوم قافل لمده 21 يوم في درجه حراره 32. في درجه حراره 32. انا كده انت اصلا حاطه في العنبر ودرجه حراره العنبر 32 مثلا. حلو. لو في الشتاء بقى وهتخمر حط دفايه. وانت ما بتدفيش؟ لا لو في الشتاء، لو انت في الشتاء يعني لو خمرنا في الشتاء كنا بندخله الشغل. يعني انت وانت بتستقبل ما في دفايات كنت اه يعني قصدي ان العنبر من اول يوم عادي. حتى في الشتاء في الصيف. في الشتاء في الصيف انت كده ما هو اللي بيخمر جوه العنبر. جوه العنبر عشان يبقى حراره العنبر. تمام. وتسيبه 21 يوم. حلو. بعد كده بقى انا خدت اللي متخمر ده وديته لشركه العلف. تمام. حطوا لي 50 كيلو على كل طن بقى مكان 50 كيلو. 50 مكان 50. تمام. استفدت بقى اللي هو رقم واحد النافق صفر. تمام. مهمه جدا النافق. تمام. الصحه العامه لهم احسن. تمام. يكون العلف اقل. تمام. 1000 خد 3 طن. تمام. هنا خد 3 طن و200. تمام. حيويه الفرخ ده احسن. اتعرضنا هنا لسموم فطريه. واتعرضنا لنافق وصل ل 15 و20 فرخ. هنا كان النافق صفر. فاجمالي هو ممكن في حدود 5% تقريبا. خليكم معايا يا شباب، لان الفيديو جابوا لي الشيخ ابو عمرو ده اللي هو التخمير اللي هي نفس البراميل ده ايه لما كان مخمرها مقفلها كويس والدفايات شغاله تمام والحراره اهي فوق البرميل 33.4 دي اللي هي البراميل اللي كانت متخمره لمده 21 يوم. يا فندم عامل له ما يشبه حضانه. هو معتبر ان البراميل دي كتاكيت عايزه تعيش في 21 ومشغل فوق دماغها الدفايه اهي دفايتين وثلاثه واربعه. يعني هو معتبر ان دي كتاكيت موجوده عنده بيحافظ على حرارتها 32. لمده 21 يوم. لمده 21 يوم. وبعد كده بقى تستخدم الصويا ديت مكان الصويا الثانيه. تمام. هي مش مكلفه بالنسبه للطن، مش مكلفه يعني في الطن هتفرق 200 جنيه زياده ولا اي حاجه. بس تمام. بقى مقابل لا فوائد كتير. بسم الله ما شاء الله. انا شخصيا اشتغل بتخمير الصويا ده اساسي بالنسبه لاي شغل. لا هو بعد التجربه بتاعتك ديت لو ما اشتغلتش بيها تبقى غلطان. طبعا لان اهم حاجه انا عندي مقاومه الفيروسات. في الفتره الاخيره ديت احنا بنقاوم يعني بنواجه برضك هو جاب لي الفيديو والراجل الطيب اللي ورايا ده اهو. انت بتصور نفسك يا ابن المؤدبين اللي هو بيقلب الرمله اللي بقى دي شوكه دي ولا ايه يا حماد؟ شوكه من تحت الحشيش كوريك. تمام معاك يا شيخ اكرم. في الفتره الاخيره احنا بنواجه فيروسات بطريقه بشعه في الثلاث اربع شهور اللي كله عمال يقول لك الفيروسات. احنا الحمد لله بفضل الله انتوا ما بتعرفوش تربوا وتقولوا فيروسات. ما علينا. هو عموما اتعلموا من اللي بيعرف يربي. الصحه العامه ده احسن من الصحه العامه غير اللي فيه فرق في الوزن وغير اللي فيه استهلاك اقل. بص يا شيخ اكرامي الراجل ده اهو عايزين نديله شهاده الدوله التقديريه. والله العظيم ما بهزر. هو قدر يتعامل مع يعني اقول ايه
إيه، احنا شهر 41 النهارده. انا عرقان، انا واقف في العنبر عرقان. 29. هو قدر يتعامل ازاي مع عنبر بالامكانيات الضئيله؟ يعني هو عارفين غزل برجل حمار، هو ده اللي يتقال عليه عمل من الفسيخ شربات. عنبر مفتوح يوم 4 6، عمر 35 يوم، سقف صاد، مفيش شفاط، مفيش خليه اهو. وحتى لو في خليه هو في شفاط يسحب منها لو موجوده. ف وبسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وان شاء الله العنبر ده هيتباع النهارده صح؟ بكره ان شاء الله. باذن الله. فندعي له بالخير وربنا يا رب يا رب. مفيش مشكله. المتنمر بقى منه زياده، بقى منه واحده زياده وفي واحده ثانيه بتديها ناقصه. يعني احنا موفرين شكارتين تمام. في كل نقله بنوفر. المصنع جايب لي العلب بتاعه. ده لون وده لون، احنا مميزين. يعني عامل لنا لون مختلف، اللي هو اللي متخمر شكارته خضراء، اللي مش متخمر شكارته خضراء، والمتخمر شكارته زرقاء. المتخمر شكارته زرقاء. الازرق هو المتخمر والاخضر طبعا بالاتفاق مع المصنع بيبقى اصلا غامق سنه عن العلف العادي. لا وعشان كمان ما تلخبطش، حتى وانا بعت العربيه اقول له يا ابني حط المتخمر هنا وحط كوت اهالي. مش هنقول اسامي بقى معلش. لا ما انا عارف، احنا مش هنقول اسامي، انا قصدي بص يا شيخ، بص يا شيخ اكرم، يعني بص مش الكتكوت اللي هنا كتكوت هنا. لو اللي هناك دوت اسمه محمد يبقى اللي هنا اسمه محمد برضه. أيوة. لا هو الاختلاف بس صح. لو اللي هناك دوت اسمه رضي الله عنه وارضاه، فاللي هنا رخر. تعالى في النور، تعالى في النور. لحظه يا شباب، احسن شويه. بص يا شباب، ده اللي مش متخمر، ده اللي متخمر تاني ده اللي ايه؟ مش متخمر. ده اللي مش متخمر اللي هو العلف العادي العادي تمام. تعالوا نشوف اليمه الثانيه. ده اللي متخمر اغمق شويه لو نلاحظ. لا دي جنب بعضها لو نلاحظ يا شباب تاني، الاثنين جنب بعض اهم عشان يبانوا من بعض لحظه، جنب بعض اهم. الاغمق المتخمر، الافتح مش متخمر. دي حاجه، تاني حاجه لحظه، ده له ريحه اللي مش متخمر. بعد اذنك صورني انت يا شيخ، يعني ايه اللي عليا هنا؟ لا هتنام. ده اللي مش متخمر مالوش ريحه خالص. ده المتخمر له ريحه وريحه واضحه تمام. ممكن تكون ديت اللي خلت الفرخ يعني يتجاوب معايا. بالنسبه للارضيه بتتغير كل قد ايه يا هندسه؟ ده غالبا اللي بيتكلم دوت تربيه منزليه. بص يا حبيبي، مفيش حاجه اسمها ارضيه تتغير كل قد ايه. في حاجه اسمها ان الراجل الطيب ده اهو بيجيب الكوريك بتاعه، بتقلب كل 3 4 ايام، كل ما تحس ان هي ايه هتبدا تجلد منك. ايه؟ وطبقه رمله خفيفه كده كل فتره يعني. وطبقه رمله بسيطه على وشها كل شويه. ايه؟ لو في رطوبه ولا حاجه تعمل لها امتصاص. لو في اسئله ثانيه يا شباب 10 دقائق كده، مفيش اسئله ثانيه هقول لكم كلكم ادعوا لابو عمرو ربنا يصلح حاله. انا بحب دايما الناس اللي بتعافر وبتحفر في الصخر، ده اللي بعتبره مربي. لكن اللي بيجي له كل حاجه على الجاهز، طب ما طبيعي ان انت تعمل حاجه جيده بعنبر جيد بفراخ جيده. لكن ده عمل من الفسيخ شربات. فابو عمرو الراجل المحترم بسم الله ما شاء الله، دي نتيجه شغله مع عنبر ماشي الحال. عايز اقول ايه،
امكانيات العنبر مش عاجباني خالص. انا اللي عاجبني سواق العربيه مش العربيه، يعني العربيه مش داخله قدامي، يعني مش داخله ذمتي بثلاثه نكله. لكن في سواق ركب عربيه اي كلام، والحمد لله ربنا قدره بتوفيق ربنا طبعا في الاول وفي الاخر، ثم شويه مجهود منه ان هو قدر يصبر على فرخ. اصل بصوا ما تجيش تقنعني ان فراخ عمري 35 يوم والراجل ده كان قاعد في بيته، لا 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 لا. الراجل ده تعب، سهر، شيء، قعد جنب فرخه، خد باله منه، رعاه، يعني اكيد في مجهود تم بذله عشان نوصل للنتيجه دي. في مجهود تم بذله عشان نوصل للنتيجه دي، تفكير، جهد، عرق. عشان كده بقول لكل المربين شغل مخك، شغل مخك. راعي فراخك، اقعد جنبها، ما تقعدش تقول السوق والوضع والحكايه والروايه. هو الراجل ده اهو مش شغال في نفس السوق؟ هيبيع بنفس الاسعار؟ جايب نفس الكتاكيت؟ ولا هو رايح جايب كتاكيت رضي الله عنها وارضاها، كتاكيت زي اي كتاكيت، مش هنقول اسامي، جايب علف ماشي الحال، انا مش عايز اقول اسامي، يعني علف عادي، مش راح جايب حاجه رضي الله عنها وارضاها، ولا جايب كتكوت رضي الله عنه وارضاه، ولا بيربي في عنبر رضي الله عنه وارضاه. ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا، من عمل عملا فاتخذ عليه اجرا حسبه الله بالعمل. ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. اتقن شغلك، اشتغل على نفسك، طور من نفسك، ما تقعدش تقول الظروف والجوابات والوضع والعنبر. كان ممكن واحد زي ابو عمرو يقول لك عنبر زي دوت ما يترباش فيه. طب هو ده اللي موجود، هو ده اللي قريب منه، هو ده المتاح، هو ده اللي ورثه عن ابوه، هو ده اللي هو ده المتاح. يشتغل بالمتاح ولا يقعد يعقد نفسه؟ يشتغل بالمتاح. انا شخصيا مش مبسوط ومبسوط الاثنين مع بعض. مش مبسوط من العنبر لان انا شايف ان ده عنبر ما يترباش فيه فراخ. لو حد حاول يقنعني قبل ما اجي ان العنبر ده مفتوح، هقول له يا عم انت مجنون، عنبر ايه اللي مفتوح في شهر 6 وتقول لي مطلع فراخ؟ بس لما جيت عينيا اقنعتني، عينيا اقنعتني. نبطل يا جماعه هذا ما الفينا عليه يا اباءنا، نبطل هذا ما وجدنا عليه يا اباءنا. ما حدش يجي يقول لي انا مربي بقالي 30 سنه، ده انا شيخ المربين. لما انت شيخ المربين وبتربي بقالك 30 سنه مش عارف تطلع فراخ ليه؟ يبقى انت مش شيخ المربين، يبقى انت مش سواق. السواق الصح اللي يسوق عربيه اي كلام ويوصل. اللي لسه بيتعلم سواقه ومكلمنجي وخلاص ما يعرفش يطلع الفرخه اللي زي دي. كل الجماعه اللي عاملين فيها الخبير اللي اوزعها على النت ما يعرفش يطلع الفرخه دي. اللي يطلع الفرخه دي مين؟ ابو عمرو. سهر جنب فراخه، قعد جنبها، رعاها. ما قالكش انا راجل خبره بقالي 700 سنه وهخش على الفراخ هتخاف مني. لا، النتيجه ده ايه؟ نتيجه لمجهود الراجل ده. تاني، النتيجه ده ايه؟ هي عباره عن مجهود الراجل ده اهو. هو ما قراش عليها عديه ياسين بقت حلوه. اكيد في مجهود، اكيد في مجهود. المجهود دوت اعمل زي الراجل ده اهو، اقعد جنب فراخ راعيها، ما بيسيبهاش. ده هو تقريبا والله اعلم بينام في الحته اللي هناك دي. ربنا يبارك. ايه؟ بنام الساعه 2 وبقوم الساعه 5. بينام الساعه 2 ويقوم الساعه 5، وهتلاقيه نايم نص نوم، نايم بعين او عين لا. ويجي الراجل الطيب العامل اللي في المزرعه دوت يصحيه من عز النوم في وسط الليل ويقومه بشعفه. بيختار الوقت اللي ينام فيه. هو لو ينفع ما ينامش مش هينام، بس بيختار الوقت اللي خلاص الدنيا هاديه والدنيا جميله، لا اخش انام بقى. لكن بقيه الوقت هو قاعد اهو، هو جايب بدل الكرسي 3 اهو، قاعد في وسط فراخه. اقعد في وسط مالك، اقف على معزتك تلت بالتوم، اقف على كيلك يزيد، اقف على كيلك يزيد. اقعدوا في وسط فراخكم، ما تعتمدش على حد، ما تعتمدش ان فلان قال لك، مالكش دعوه باللي هو قاله. جربه، نفعت كمل، ما نفعتش انت ما سمعتش حاجه. ما تعتمدش على تجارب الاخرين، جرب بنفسك
وبناء على تجربتك بنفسك حدد هل التجربه دي ناجحه ولا التجربه دي فاشله. العنبر ده اللي انا شايفه كالعبد الفقير الى الله محمد جوده ان لا، تجربه ناجحه وناجحه جدا. كون ان هو يربي في عنبر مفتوح يوم 4 6 35 يوم ويجيب الاوزان دي او الوضع ده، بسم الله ما شاء الله، 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 بسم الله ما شاء الله. جهد وعرق، جهد وعرق، جهد وعرق، عشان الناس اللي بشوفهم على السوشيال ميديا الحاله الوبائيه والدنيا المستخبيه والعنابر وكله مضروب وكله معمول وكله متنيل. ما احنا عندنا ناس ناجحه ايه؟ ما نشوف الناس الناجحه دي نجحت ازاي؟ ما نشوف الناس الناجحه دي نجحت ازاي؟ ما يتعلم منها. ما نقول له تعالى يا ابو عمرو انت عملت ايه عشان تنجح؟ عملت 1 2 3. بدل ما هنمشي ورا الناس الفاشلين، ما هو الفشل ده هيوديك فين؟ هيوديك على سكه الفشل زيه. صح؟ صح مظبوط. بدل ما انا قاعد اقول مش احسن ما نبقى زي احمد وابراهيم؟ طب احمد وابراهيم سددوا القروض بتاعتهم، انا بقى ابص لمين؟ انا ليه ما بقاش زي ابو عمرو؟ ليه ما بقاش زي الراجل الناجح؟ ليه حاطط قدامي الفاشل؟ فبعد اذنكم يا شباب، كل اللي موجود معانا على البث يدعي بالخير والبركه للاخ ابو عمرو. اسمك الحقيقي ايه؟ الاخ خالد ابو عمرو يا فندم. خالد انديل. الاخ خالد انديل، ربنا ينور دنيته يا رب بالاناديل كلها. انا مبسوط منه، مبسوط منه، مبسوط منه، مبسوط منه من هنا لحد السنه الجايه. المربي الصح يطلع فرخه صح في اي ظروف، في اي جو، في اي توقيت، في اي حاجه. هو عمل من الفسيخ شربات. في نفس الوقت في ناس بتقول على نفسها مربي بقاله 30 سنه. يا سيدي رضي الله عنه وارضاه، عملت ايه؟ ما عملتش حاجه. انه يربي في عنبر مفتوح وسقف صاج، ده السقف صاج ده لوحده يتحكم عليه. السقف الصاج لوحده يتحكم عليه. انا واقف في العنبر عرقان الساعه 12 الظهر. 41 هي مش محتاجه انت تقول لي 41، انا اهو. هي محتاجه، انا مش هبص على الارصاد. النهارده وبكره. انا مش هبص على الارصاد. النهارده وبكره صعب. انا اخترت اليوم الاحر. انت بتتكلموا فيه يا جماعه؟ انا اعرف ناس كان عندهم عمر 15 يوم، وليه يا ابني النافع عالي منك؟ اصل الفراخ ما استحملتش الحر. الفراخ اللي ما استحملتش الحر عمر 15 يوم. امال دي تعمل ايه؟ امال دي تعمل ايه؟ انا متهيألي والله اعلم لو فتح لهم الباب دوت هيخرجوا يجروا ينزلوا ينطوا في النيل، هيطفشوا منه. 41 وعنبر مفتوح وسقف صاج، حرام عليك. لا مش حرام عليه، هو عارف يتعامل مع هذا الوضع. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك له، ربنا يبارك له، ربنا يبارك له. عايز تقول حاجه ثانيه يا عم خالد؟ عايز تقول حاجه ثانيه يا عم خالد؟ انت عمي وعم الناس كلها باللي عملته ده اهو، عمي وعم الناس اللي قاعده على النت دي كلها. والله ما بهزر. بص انا بنبسط قوي باللي بينجح لا اصل في حاجه عارف لما تدخل مدارس انترناشونال ومش عارف ايه وتخش منها طب عادي تمام، لكن ده تعليم مجاني. يعني ده تعليم مجاني ايه؟ ده في الكتاب، في الكتاب ايه؟ ده مش في الكتاب ده. انت حضرتك فاهم قصدي ايه؟ وهي ده نجاح التجربه بقى، اللي انت دايما تحط في اسوء الظروف. يعني احنا اتعلمنا كده في الكيمياء من زمان، لما نيجي نعمل اختبار اضغط جامد. يعني مثلا زي الكاوتش مثلا، صناعه الكاوتش حطه على درجه حراره 60. يعني اللي ينجح في الخليج ينجح هنا، ينجح هنا. لو جبت تكييف في الخليج يبقى سهل اللي يشتغل في مصر. تمام، ان الحراره هناك اعلى طبعا. مظبوط. كذلك كده طالما انت نجحت في العلف المخمر او الرمله البلطونيه بالنسبه للعنبر مفتوح والامكانيات ديت، يبقى اكيد لما يبقى عنبر مجهز تكون افضل، علف افضل، كل حاجه افضل. نجاح التجربه في وضع اسوء يدي لك الاولويه في الوضع الافضل. برافو عليك، برافو عليك. عايز تقول اي حاجه ثانيه يا شيخ اكرامي؟ لا ربنا يبارك لك يا باشمهندس، واتمنى الناس تستفيد وتخمين
تخمير الصويا ده مهم جدا، واللي يقدر يعمله لو قدرت تخمر العلف كله، بس هو مكلف. تمام لان يا طبعا سيدي، لا ما لا يدرك كله لا أيوة، يدرك كله. كله 50 كيلو صويا ما هو واعتمد. بالظبط. مش هنصعبها على لا الناس. لا 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 بالظبط. يعني انا بستهلك مثلا 5000، بستهلك 10 طن. ال 10 طن دول انا عايز منهم 500 كيلو صويا اخمرهم، يعني 5 براميل من دول بس. تمام. هو دول لمصنع العلف اللي انا بتعامل معاه، بقول له ده اعتبره انت بتحط بروبايوتيك. اولا الاحماض الامينيه عاليه. مقاطعه. الاحماض الامينيه ميزه التخمير اللي هو بيدي البروتين في صوره حمض اميني، ويبقى سهل الهضم. ثانيا ان الاحماض الامينيه بس اوكي. ثانيا ان الاحماض الامينيه فيها ميزه كمان، ان هي غير اللي هو طبعا اللي هي بتدخل في خليط البروتين، اللي هي بيعتبر مضاد سموم. يعني وجود بكتيريا نافعه في العلف انا فاهم. يعتبر مضاد سموم. يبقى انا اولا رفعت كفاءه العلف، رفعت كفاءه البروتين نفسه، خليته بصوره اميني. الحمض الاميني سهل الهضم، وهي الصوره اللي هو البروتين بيتطلق اصلا من الاحماض الامينيه. مش عايزك تتكلم من الفراخ وراك. البروتين من الاحماض الامينيه، عشان حمض اميني بيكونه اكثر من 100 نوع بروتين، 100000 نوع بروتين. فتحويل فكره التخمير هو الاعتماد على البكتيريا النافعه، وتحويل البروتين لاحماض امينيه. تمام. الاحماض الامينيه دي اسهل في الهضم، بترفع كفاءه الجهاز الهضمي، وبتمنع السموم الفطريه اللي موجوده في العلف، بتسهل كل حاجه. يعني هي انت تحس ان ده حاجه وده حاجه ثانيه. طيب ممكن اتكلم انا بدون دخول في اي نظريات علميه ويجب انا راجل بتاع نتائج. اللي انا اعرفه الفرخه ده ايه بالعنبر ده اهو، بالعلف المتخمر ده اهو، ادي النتيجه. احكي للصبح بقى، انا مش هصدقك الا لما شفت بعينيا. انت لما هتيجي تكلمني في التليفون تقول لي انا عملت ايه، قلت زي ما انت عايز للصبح. شفت بعينيا؟ لا انا النهارده شفت بعينيا. هي كلامك كله مصدق، لان اللي بيقول كلامك ده مين؟ مش انت. ايه اخباركم يا شباب؟ والله احنا مبسوطين بالموضوع ده يا عم الحاج. طب بكرره الفراخ مبسوطه منك. اتفضل. فده طبعا نصيحه، اللي يقدر يخمر الصويا وياخد التجربه ديت، ده هتوفر عليك الاستعمال من عمر كام يوم؟ من اول يوم. من اول يوم انا بستقبل بعلف متخمر. اعتبر بقى ان انا بحط بروبايوتيك في كل جرعه ميه. تمام. انا ما استخدمتش مضاد حيوي خالص. انا بسبب الفراخ دي بس استخدمت 18 19 20. حطينا تايلوزين فقط. الفراخ دي خدت تايلوزين من عمر يوم. انا بستقبل على ميه بيضاء. حلو. بسبب الاسهالات الاول وحصل بعد تحصين اللاسوت عمر 17 يوم رد فعل اللاسوت. ماشي. حطيت تايلوزين، لكن دول بفضل الله هم طبعا شربوا معاه. تمام. بس انا حطيت عشان دول ودول شربوا معاهم. هي جرعه واحده بس 3 ايام. 18 19 و20. وشكرا للتحيه. شكرا. ما حطيتش تاني خالص ولا عمري من اول يوم لغايه البيع ان شاء الله. باذن الله تكون واضح. تمام. فهتغنيك عن مضادات حيويه، هتوفر كتير. طبعا البروكسيدا والكوليسترول ما حطيناش غير جرعه واحده بس. الحاج ياسين بيقول الطريقه لو احنا قلناها من شويه بس انت لسه داخل. حاول لما نخلص الفيديو ده تبقى تعيده تاني هتعرف الطريقه عشان ما يرجعش تقولها تاني لان قلناها مرتين. طيب عايز تقول حاجه يا حاج خالد؟ عايزين اي حاجه يا شباب؟ احتفظوا بالفيديو ده عندكم. حاولوا تعملوا له مشاركات على قد ما تقدروا على معظم الجروبات عشان غيرك يستفيد زي ما انت استفدت واتعلمت من الحاج خالد ومن الشيخ اكرامي. برضك خلي غيرك يستفيد. الفرخ ده اهو عمر 35 يوم، عنبر مفتوح، سقف صار، نص العنبر واكل علف متخمر، النص الثاني مش واكل علف متخمر، اللي جنبين الاثنين على فرشه رمل البنتونايت. تمام. عنبر عادي جدا، علافات عاديه، سقايات جامبو عاديه، مش عنبر سوبر ولا حاجه. بس السواق انا كل هلف وادور وارجع لمين؟ للسواق.
كل اللي انت بتقوله دوت اللي عمله الراجل ده. رضا الله يبارك فيك. الراجل دوت لو ما كانش سهر على فراخه ما كانش عارف يطلع فرخ، ولا تقول لي علف، ولا تقول لي متخمر، ولا تقول لي رمل، ولا كل الكلام ده كله. ولا اي حاجه. لو الراجل ده اهو ما وقفش على فراخه ما كانتش بقت النتيجه. والعماله هي اضعف نقطه يا باشمهندس في الشغلانه بتاعتنا دي. مشكلتنا في العماله. لو سبت مالك لعامل بالسلامه. على العوض. وبعدين غلطه الفراخ الغلطه ب1000 ما بتعرفش ما بتلحقش. لا ما تلحقش تلمها. يعني هي فعلا الوقايه خير من العلاج. ما تستناش لما يجي لك مصيبه وبعد كده تعالج. لو قدرت اعالجها امنعها من الاول احسن. اذا مختصر الكلام، عرق الراجل ده وفكر الراجل ده اهو هم اللي عملوا النتيجه دي. تاني، عرق ومجهود والراجل ده اهو مع فكر الراجل الطيب ده اهو بعد توفيق ربنا طبعا هي اللي عملت النتيجه دي. اقول تاني عشان لسه داخل، عرق الراجل الطيب ده اهو حاج خالد قنديل مع فكر الراجل الطيب الشيخ اكرامي ابو المجد مع مجهودات العمال بتوعنا برضك، ناس محترمه وعرفنا على من فوق ما يقدرش يزعل مني. تمام؟ ايه؟ ولادك يعني مش عمال، يعني دول ولادنا. لا لحظه لحظه لحظه، اسمك ايه؟ سيبك من التليفون دلوقتي. ده الكبير ولا ده الكبير؟ الكبير عمرو. الكبير عمرو نايمين معاه 24 ساعه. نايمين معاه 24 ساعه قاعدين على مالهم. حتى لو ابوهم طلع قال يا اولاد هريح ساعتين ما هو هينام. هو يعني والله ما بريح. يعني عايزين تبقى زي اي بني ادم وارد انها تخطف لك ساعتين. ما بنمشي الا 3 ساعات. حتى في ال3 ساعات خلي بالكم يا جماعه من ايه؟ عمرو بيفضل سهران طول الليل. عمرو اللي سهران طول الليل. يبقى نقول مجهود الاخ عمرو مع مجهود الاخ محمد وقفتهم في ظهر ابوهم الشيخ خالد حتى لما بيطلع يريح ساعتين. خلي بالكم المال يا عمرو، خلي بالكم المال يا محمد، خلي بالكم المال يا عمرو، خلي بالكم المال يا محمد. هتجوزهم امتى؟ اقف على مالك تزيد، اقف على مالك تزيد، اقف على مالك تزيد. ليه؟ سنة ساعة الاكل لما يجي في تحس انه بيتغدى. ما هو اللي بيربي فراخ كده. انت كويس انت بتتغدى هنا. في ناس يا جماعه بيبقى عندهم عنابر يقول لك انا خسرت. تيجي تساله تلاقيه لابس البدله والجرافطه. طب انت رحت يا ابن عنبرك؟ اه رحت وسالت العمال. يا حلاوتك. والعمال قال لك ايه؟ قال لك الوضع تمام يا باشا ما تقلقش. مالك؟ اقعد في وسط مالك. اقعد في وسط فراخك، في وسط حاجتك. خش عنبرك اسال الفراخ انتوا عايزين ايه؟ تمام كده يا شيخ؟ عايز مني حاجه تانية؟ عايز مني حاجه تانية؟ انا مبسوط منك جدا. والله العظيم مبسوط منك جدا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ربنا يا رب يا رب يا رب يعوضك بالخير والصحه والسعاده ويكرمك بيهم ويكرمك بعيالك المحترمه اللي واقفين في ظهر ابوه. انا بحب قوي الاجيال اللي طالعه معظمهم هربانين من اهاليهم. اوعى تهرب من ابوك انت وهو لكن دول ربنا يا رب يا رب وحسن التربيه وحسن التربيه وحسن التربيه وحسن التربيه. والذين اذا خافوا من فيهم ذريه ضعافا فليتقوا الله. الراجل ده اتقى ربنا راح ربنا كرمه بجوز شباب محترمين واقفين في ظهر ابوهم. وربنا يا رب يبارك لك فيهم يا شيخ خالد ويعطيك خيرها ويكفيك شرها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.